اخبار الصين ايه؟ انت قلت الصين لسه مكمله. الصين مبهدله الدنيا يا جماعه، لازم تبقوا انتوا فاهمين ان اللي هيحصل الفتره اللي جايه مش هينفع معاه الفشار، احنا محتاجين حاجات كبيره بقى، يعني نشوف حاجه ناكلها كده وننبسط عشان القعده هتطول. جماعه بتوع الصين النهارده عارفين شاومي، طبعا كل الناس عارفه المنتجات بتاعت شاومي والبرودكت بتاعتها، سواء موبايلات سواء كاميرات سواء اجهزه وهكذا. شاومي عملت حاجه لطيفه قوي، راحت فتحت مصنع 81,000 متر، مساحه ضخمه وجميله، ولحد كده الخبر عادي. طيب 81,000 متر بقى ما فيهمش بني ادم، 81,000 متر ما فيهمش لمبه، 81,000 متر ما فيهمش لا شيفتات ولا بريكات. هو ده المصنع بقى يا جماعه، هيعملوا مصنع موبايلات ما فيهوش بني ادمين وكله شغال بالاي اي، ما فيهوش لمبه كهرباء واحده. المصنع اسمه الدارك فاكتوري، المصنع ضلمه، كله ضلمه، ما فيش خالص فيه نور، والناس شغاله. طبعا طالما ما فيش موظف يبقى مش هيجي يقول لك انا عايز بريك، مش هيجي يقول لك انا عايز ارتاح، مش هيجي يقول لك انا مراتي بتتجوز، مش هيجي يقول لك الواد ده حصل له تعب وراح المستشفى. مفيش الكلام ده خالص، مصنع 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، مفيش شيفتات. الصين بتعمل عمله كبيره. طيب هيفرق معانا في ايه يا عم؟ هم طول عمرهم عندهم ميكانيزم حلو، عندهم مصانع الكترونيه وعندهم حاجات كلها. طيب هو بالروبوتس وهو بالاي اي. خليني اقول لك تكلفه الساعه في المصانع اللي في الصين، اللي هي اصلا ارخص مكان بنصنع فيه، حوالي $5.50. دي اكيد الاي تكلفه. اي اغلى، لا الروبوتات اغلى. لا 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 لا، قالي عليا بس. المصنع ابو $5.50 ده اللي هو ارخص عماله اصلا في العالم دلوقتي، لما بيتقلب اوتوميشن ولما بيتقلب بالروبوتس ولما بيتقلب بالاي اي، بقى تكلفه المصنع من $1.60 ل $2 للساعه. يعني سكت. هو نزل لاكتر من تلت الفلوس اللي انت المفروض شغال بيها. وريني انت بقى هتنافسه في التصنيع ازاي، هو كان رخيص وبقى ارخص كمان. وريني انت رايح فين. فيا جماعه لو سمحت، اللي ما عملش فشار يقوم يعمل، واللي الفشار مش محوق معاه زي حالتي كده يشوف لنا حاجه كلنا نقعد نتفرج عليها. كنبتك، تلفزيونك، فشارك، واللي جاي ربنا يستر عليه.